السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه شهوات امين ديليز غاتو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه خفيفه ظريفه، كيكه بطبقه كريميه كتجي لذيذه بزاف بنكهه الكراميل. سهله، تقدروا تحضروها للضيوف ديالكم بسرعه، يعني ما كتحتاجش انها تبقى في الثلاجه بزاف باش تبرد، وكتجي خفيفه. وندوزو ان شاء الله نشوفوا شنو غادي نحتاجوا للكيك، وعاد نشوفوا ان شاء الله باقي المكونات. اذا بالنسبه للطبقه ديال الكيك غادي نحتاج ليها جوج ديال البيضات حجم كبير، عندي هنايا كاس، نص كاس ديال العنبه سكر سنيده، عندي نص كاس ديال زيت المائده، نص كاس ديال الحليب عادي يعني بحراره الغرفه، عندي كاس ونص ديال الدقيق معاه قبصه ملح بطبيعه الحال، عبارات كلهم كاس ديال العنبه، عندي ساشي ديال السكر بنكهه الفانيلا، وساشي ديال الخميرات الحلويات من فئه 7 غرام اولا 8 غرام اللي متوفره عندكم في المنزل. وندوزو ان شاء الله طريقه التحضير. اذا بالنسبه لطريقه التحضير، يا اما كتاخذوا الخلاط الكهربائي كتوضعوا فيه المكونات كلها بالدقيق بالحليب بكل شيء، يعني السائله والنواشف، وكتخلطوا كل شيء وتصبوه نيشان في المول اولا الصينيه اللي غتدخلوا الفران، يا اما كتخدموا في اناء بحال هكا. اذا غادي نوضع جوج ديال البيضات، عندي هنايا غادي نضيف عليهم السكر بنكهه الفانيلا، عندي سكر سنيده نص كاس كيف قلت لكم. غادي نخلط هاد المكونات، ماشي بالضروره نطلعوا البيض، فقط كنحاولوا ندخلوا سنيده في البيض ما تبقاش تبان. دابا غادي نضيف الحليب نصف كاس حتى هو، غادي نضيف الزيت، دابا غادي نجيب شي صفايه وغادي ندير الدقيق تدريجيا، نديرو نصف كاس عاد نزيدو الكاس ونخليو خميره الحلويات هي الاخرى. صافي، يعني كيف كتشوفوا ساهل بزاف وسريع. دابا غادي نضيف الكاس الثاني، ضروري ما نغربلو الخميره بالخصوص، مازال الدقيق الا كنا عارفينه ممتاز فما محتاجينش اننا نصفيوه. دابا غادي نجيب الصفايه نضيف خميره الحلويات وحده كيف قلت لكم فئه 7 غرام اولا 8 غرام اللي متوفر عندكم. نتوما كيف كتشوفوا ديما الخميره تلقاو فيها كويرات بزاف، فهادوك ما خصهمش يهبطوا لنا العجين ديالنا ديال الكيك حيت كيبقاو باينين هكاك. اذا غادي نخلط مزيان هاد المكونات، ينسجم ليا الخليط مزيان. ما يبقاوش باينين عندي كاع حبيبات فيه. ها نتوما كيف كتشوفوا راه ما كيكونش ثقيل وما تيكونش خفيف بزاف، حيت حنا ما بغيناش كيك منتفخ بزاف، يعني بغيناه فقط يجينا كطبقه. دابا غادي نحيد هذا الفوي عفوا، وغادي نجيب عندي انايا هاد صينيه فرن. انا ديما يعني لي كيك اللي فيهم طبقات كنفضل انني نديرهم في هذا ديال الدجاج، كيجيو مزيانين. اذا غادي نصب الخليط ديالي في هذا المول، بسم الله. ها نتوما كيف كتشوفوا القوام ديالو كي داير، راه خفيف باش كيجينا هشيش، كيجي رائع لذيذ بزاف وخفيف كيف قلت لكم. صافي، انا دابا الطبقه ديال الكيك ديالي ها هي، غادي ندخلها للفران على 180 درجه، غادي تاخذ ليا ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه، لا اكثر ولا اقل. غنشعل عليها بطبيعه الحال غير الاسفل، ما نشعلوش عليها الفوق كاي كيك عادي. ونرجع لكم باش نشوفوا شنو المكونات اللي غنحتاجو في الطبقه الثانيه.
وهذا الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من الفران. اذا شنو غادي ندير له؟ عندي هنايا نص كاس ديال الحليب غادي نسقيه به. وقبل ما نسقيه فاحنا كناخذوا هذا عود ديال الشواء كنثقبوا مزيان، اولا فرشيطه اي حاجه متوفره عندكم في المنزل، ماشي بالضروره هذا، غير هذا يعني ما كيخليهناش محفر بزاف. نثقبوا مزيان ونصب الكاس ديال الحليب بارد على الكيك سخون باش يشربوا ليها نتوما، يعني حتى الصوت كيتسمع انه تيشرب. نص كاس بالضبط هو اللي غادي نحتاج باش تجيني مسقيه مزيان وتجيني شاربه الحليب. ها نتوما كيف كتشوفوا شرباتو في البلاصه، ما بقاش نهائيا. دابا غادي نخلي الكيك ديالي يبرد وغادي ندوزو ان شاء الله نوجدوا الطبقه الكريميه. دابا دخلت الكيك ديالي للثلاجه من بعد ما ولا في درجه حراره الغرفه، دخلته للثلاجه باش يبرد. وغادي ندوز الطبقه الثانيه اللي متكونه من هاد الياغورت هذا اللي كريم كراميل كيكون على هذا الشكل. وغادي نحتاج ربع لتر من الكريمه السائله، اولا كتاخذوا 100 غرام ديال الكريم شونتيي بودره وكديروا معاها ربع لتر من الحليب. اذا غادي ندوزو مباشره طريقه التحضير. غادي نحط هذا الشيء جانبا وغادي نجيب الخلاط ديالي. هو غادي نوضع فيه الكريمه السائله كيف قلت لكم ربع لتر كافيه. بغيتوا الطبقه تجيكم غليظه بزاف فانتوما كتزيدوا شويه من الكريمه على حسب نتوما شنو بغيتوا، يعني من الاحسن يكونوا متساويين، ما تكونش الطبقه ديال الكريمه غلظ من الكيك. وغادي نضيف هاد الياغورت كريم كراميل وغادي نخلط هاد الشيء مزيان، وغادي نرجع لكم ان شاء الله باش نضيفوا من الطبقه ديال الكيك ديالنا. ها نتوما كيف كتشوفوا الكريمه ديالي من بعد ما طلعتها وحصلت عليها بهذا الشكل هذا. اذا دابا غادي نوضعها جانبا. ها هو المول ديالي اللي فيه الكيك. غادي نوضع الكريمه ديالي وغادي نشكل منها طبقه، نفرغها كلها بعدا ونقادها مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا نحاول نجيب شي حاجه بحال سباتولا اولا المهم شي حاجه اللي تخليني نقاد الكريمه في المول مزيان، نشكل منها طبقه متساويه. هذاك الكريم كراميل اللي ضفنا كيعطيها واحد البنه، يعني ما كتجيناش عاديه، يعني كتجي فيها البنه ديال الكراميل. بغيتو تستعملوا غير كريم شونتيي بوحديه لكم الاختيار. الا كنتو غادي تزينوا نيت بالكراميل فممكن تكتفيو بكريم شونتيي عادي، وفي التزيين ديروا الكراميل، ديروا صلصه الكراميل. انا كنت حضرت معكم صلصه الكراميل على القناه، انا غادي نخلي لكم الرابط ديالها الا بغيتو تزينوا بها. بالحق انا اليوم يعني هنايا غادي بالنسبه للزين غادي نستعمل هذه الجاهزه اللي متوفره في الاسواق بكثره، يعني فيما مشيتو غادي تلقاوها عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات على هذا الشكل هذا. اذا تنبقى غاديه وانا تنقاد. اذا انا دابا غادي نردها للثلاجه تعاود تبرد ليا شويه، وعاد غادي نزينها بالكريم بهذا بالكراميل الجاهز. اذا نتلاقاو من بعد ما تبرد ليا شويه. انا مازال غادي نقادها مزيان لان خص الطبقه تكون متساويه كيف قلت لكم باش تجينا زوينه في المنظر وفي الشكل ديالها. هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما برد ليا الكيك ديالي كيف كتشوفوا هاد المقطع راه تحذف ليا، ولكن ماشي مشكل يعني راه باين. من بعد ما خرجتها من الثلاجه وبردات لي قطعتها على هذا الشكل كيف كتشوفوا مربعات. دابا عاد غادي ندير ليها هاد صلصه الكراميل الجاهزه. انا غادي نخلي لكم الرابط ديال صلصه الكراميل المنزليه كتجي رائعه. انا غير ما عنديش الوقت داكشي علاش ما حضرتهاش، فهذه غادي ندير لها بحال هكا وهي راه كتسيح، يعني ما تتبقاش في هذا الشكل هذا، يعني تتولي سايحه بحال اللي كنصاوبوا في الدار. فقط غادي تاخذ شويه الوقت، غادي نديرها وغادي نخليها تطلق ليا فوق من طبقه ديال لا كريم، وغادي نوريكم شنو غادي نحتاج مازال في التزيين. غادي نكتفي بهذا القدر لان كيف قلت لكم راه ما غاديش تبقى على هذا الشكل،
فهي كتطلق صافي. انا غادي نصبر عليها شويه حتى تطلق ليا، ما تبقاش هكا على شكل خطوط. وبالنسبه لباقي التزيين فانايا درت الكريمه، شط ليا واحد 2 معالق هانتوما كيف كتشوفوا ديال الكريمه. غادي نزين بها، غادي ندير بها على هذا الشكل بهذا الراس هذا، غادي نزين بها. وعندي هنايا حبيبات ديال الشوكولا غادي نزين بهم حتى هما، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الكيك ديالنا في الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بالطبقه الكريميه اللي حضرت معكم اليوم. سهل بزاف، كيجي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. كنتمنى فعلا انكم تجربوه، ضروري انه غادي يعجبكم، انا متاكده، لان الكراميل كيعجب الصغار والكبار، داكشي علاش درت هاد النكهه هادي. اذا دابا غادي نحاول انني نقطع لكم طريف باش نشوفوه كيفاش داير من الداخل. هو راه ديجا مقطع، غير غادي نحاول نعاود نقاد واحد الطريف باش نشوفوه من الداخل. بسم الله. غادي نحاول نهزو، الطبقات ديالو راه متماسكه كيجي هائل. ها نتوما ها نتوما شوفوا الكيك هشيش بزاف، رائع رائع، شي حاجه اللي كتجي رائعه. ها نتوما هشيش وفازق، لان كيف شفتوا سقيناه بالحليب. هذا هو الشكل ديالو من الداخل، كيجي اكثر من رائع. طبقات يعني متساويه، الكريمه ماشي اكثر من الكيك. وكانت هذه وصفتي لهذا النهار. كنتمنى انكم تجربوها، انا متاكده انها غادي تنال اعجابكم. ما تنساوش تخليوا لهذا الفيديو لي جيم. الناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه ديالي كنقول لكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. مع السلامه.